الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في القناة. خبر مهم جدا وأول مرة ينزل ويطبق: منع تسكين النزلاء في مكة دون تصريح الحج. شددت وزارة السياحة السعودية على جميع مرافق الضيافة في مكة المكرمة بمنع تسكين القادمين غير الحاصلين على تصريح الحج. يعني واحد معهوش تصريح حج ما ينفعش يسكن، مش هيسكنوه، لازم يشوف تصريح الحج أو تصريح دخول للعمل. يعني داخل مكة معاه تصريح دخول للعمل، أو السكن في مدينة مكة. يعني كذا سبب هو عشانهم داخل مكة هيسكن بسببه خلال موسم الحج، فترة موسم الحج، وده ابتداء من 29 أبريل حتى نهاية موسم الحج، وإلا تعرض صاحب السكن للعقوبة النظامية. وده طبعا للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام. للمحافظة على سلامتهم عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لأي قادم بأي تأشيرة أيا كان نوعها، غير فقط تأشيرة الحج. شايفين مشددين جدا جدا. يعني أي حد هناك لو سكن هيتحاسب، ولازم يكون مع اللي بيسكن تصريح للسكن، مع تأشيرة زيارة، تأشيرة عمرة، أي تأشيرة عمل، أي تأشيرة. بس هو مش من سكان مكة، ما ينفعش يسكن إلا بتصريح دخول مكة. فخدوا بالكم عشان ربنا يسلمها معاكم إن شاء الله. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.